مشاهدين الكرام، شاهد المقارنة بين مباراة المغرب ومباراة الجزائر كمباراتين طبعا بالأمس. شاهد الحضور الجماهيري المشجعين المغاربة، وشاهد الحضور الجماهيري للمشجعين الجزائريين والفوضى بعد المباراة. عندنا بعض الصور نستعرضها كذلك، دخول الجمهور الجزائري بعد المباراة. ليش تشوه سمعة المباراة أنت؟ ناهيك عن الشيء الثاني كذلك، موضوع الإعلام، موضوع الدولة الثانية اللي معك وعالمك الصغير. ما يجوز يعني حتى دخولك لأرضية الملعب دخول يعني بصراحة فضيحة بكل المقاييس. ابو خليفة، هذا يعكس طبعا ثقافة هذا المنتخب المغربي ضرب أفضل صورة في النهائي أفريقيا، يعني ظلم انسحب الفريق وما طبق القانون، لكن ما شفنا أي تصرف سلبي من الجمهور. بالعكس شفنا التصرف السلبي ظهر من جمهور السنغال، وكان في تكسير ومحاولة نزول إلى الملعب، مع أن المباراة على أرض المغرب وكانوا هم الأغلبية، لكن ما شفنا منهم أي تصرف ضياع بطولة في يعني مباراة مثل مباراة هذه في فرنسا، مباراة في إيطاليا، لا نهائي كاس هذا مع يعني السنغال، مع السنغال على أرضك وعلى الملعب كان أحرى بأنك أنت تعمل، أنت اللي تعمل الشغب لأنك أنت خسران، لكن كان عكسوا رقي الشعب المغربي. وأيضا هذه المباريات الودية أيضا عكست مدى رقي هذا الشعب المغربي. خلينا نشوف الصورة أبو خليفة. دخول الجماهير الجزائرية بعد المباراة، فوضى بكل المقاييس. هذه مش مباراة، هذه والله هاي يمكن انت رايح تشوف صباغ خيول، اسطبلات خيول. هاي منظر مباراة؟ هذا مش منظر مباراة، عفوا يعني بصراحة هذه فضيحة من فضايح بعض المباريات سواء الودية او الرسمية. هذا مش منظر مباراة بعد المباراة، والمباراة على فكرة في أوروبا يعني مباراة ودية، مباراة ودية كذلك، ودية. وهي الفوضى وهذا الركض في الملعب وبدون التيشيرت، فوضى بكل المقاييس، فوضى بكل المقاييس، وهذا لا يجوز في عالم كرة القدم. ما يجوز. الناس تضحك علينا وتضحك عليكم الصحف العالمية الأجنبية، يقول لك الجمهور الجزائري شاهد بعد المباراة. لا، هم يمثلون يعني بلد ويمثلون العرب صحيح. فاليوم هذا يعني هي ثقافة شعب وثقافة جمهور، يعني تصرف غريب صراحة من جمهور يدخلك في مباراة ودية. شوف الصورة الثانية دكتور، شوف الصورة الثانية، وعلى ملعب غير يعني شوف هذا المشجع اللي بدون تيشيرت، وشوف المشجع الثانية. هذه فوضى، هاي من غرائب العجائب صراحة، من غرائب العجائب. ويا غريب كن أديب. لا ما عندهم، هم يمثلون انفسهم بالأساس يعني، ما يمثلون. اعتقد ان هذه الأمور سلبية. اعتقد احنا كخليجيين او كذلك كعرب وحتى كذلك كامازيغ، عشان الناس ما تزعل، ما يعملون هاي الحركات، ما يعملون. الناس تناولت الصحف، يقول لك الجمهور الجزائري عامل دوشه كبيره بعد المباراه، تكلمنا عنهم، يقولوا عبد الله الكعبي انت تنتقدنا دائما. انا ما انتقدكم، هاي الصور تتكلم عنكم، انا ما اقول شيء. انت يجب ان تفرض احترامك على الاخرين، اما انك تتصرف هذه التصرفات فلازم تتقبل اي انتقاد يجيك من اي جهه. ونحن حديثنا لتسليط الضوء على مثل هذه النقاط لمحاوله اصلاحها وتجنبها في المستقبل، مش تشفي واي شيء اخر، لان ما في شيء يعني هدف شخصي من طرح مثل هذه المواضيع. لكن صحيح. السؤال هنا وين الامن؟ ما كان في امن مباراه؟ اكيد في. الجمهور دخل بالالاف. دكتور سليم شو بيسوي الامن يعني اذا 200 300 واحد من الامن؟ شو بيسوي؟ والله تصرف هذا يحسب، وهاي من سلبيات الجمهور الجزائري بصراحه في اكثر من صوره، وهذا خطا. ويمكن مباراة ودية حتى الأمن ما كان متوقع أن يكون في دخول أو فوضى بهالطريقة. هذا أكيد أمن ودية، ولكن ما يعني ما في شيء يستدعي. اليوم مباراة ودية شفنا دخول جمهور، يعني ما في فزت خسرت مباراة ما لها تأثير نتيجة، يعني مجرد يعني غريبة. الصور غريبة يعني بصراحة. شوف هالمنظر هذا ومنظر اليوم مباراة رسمية تؤدي إلى كأس العالم. كيف ظهر المنتخب العراقي؟ صحيح. يعني كان بصراحة مزين الملعب بالإعلام بالهتافات بالتشجيع، ما شفنا أي يعني تصرف هذا لا من البوليفيين ولا من العراقيين. صحيح. كانت مباراة ظهرت بشكل مع أن شوف الحساسية أنك أنت 90 دقيقة تأهلك لكأس العالم، فيها ضغط كبير. هي ضغط كبير، والجماهير يعني كانت الحزن كان مخيم عليهم والفرح على الجهة الأخرى، لكن ما شفنا أي خروج عن النص. بالضبط. كل واحد يعني عبر عن مشاعره بكل احترام، بكل هذا، والفريقين يعني فرضوا احترامهم على الجميع. للأسف الشديد يعني للأسف صراحة بعض اللقطات
والصور والفيديوهات شاهدناها لبعض من الجمهور الجزائري سلوكهم مرفوض. وعلى فكرة يعني نقول بصريح العبارة، هذه مش أول مرة، هم عملوها في بعض الحركات كذلك في الرباط في كأس أفريقيا، وعملوها كذلك في مراكش. يعني أكون واضح، عبد الله الكعبي تتحاربنا وتنتقدنا وتكرهنا، أنا ما أكره، أنا أشوف الصور وأعلق عليها مع احترامي وتقدير طبعا اللي يشوفه. يعني البعض، القلة مش الكل. دكتور سليم، أتوقع فيهم عقوبة من الاتحاد الدولي يعني كاتحاد كرة، ويمكن يكون أيضا منع جماهير كذا. الحقيقة يعني ما يعني تصرف غريب وعجيب ويسيل نعم للبلد ويسيل أكيد العرب ويسيل. ولا تنسى الدكتور ترى البعض منهم شجع السنغال، هم احتفلوا بفوز السنغال على المغرب. نعم البعض منهم في بعض المدن طبعا، منهم وهران او المدن الثانيه. صور الفيديوهات عندي بكثره يعني عن المباراه، بس خلاص نغلق هذا الملف. يعني تعلم كذلك من الجمهور الاخر، الجمهور المغربي، يعني مع احترامي وتقديري لك، يعني بصراحه يعني بعض الصور وكذلك انت تمثل انت مشجع بلدك، يعني كون بصوره حضاريه، بصوره جميله ترتقي لبلدك، انت تمثل بلدك، انت سفير لبلدك، سواء في ايطاليا المباراه او في فرنسا. انتم شجعتوا السنغال، حضرتوا للسنغال الفتره الماضيه، الان عملتوا فوضى بعد المباراه، وهذا سلوك مرفوض، هذا سلوك مرفوض بشكل كبير بصراحه. طيب زين، نتحدث الان عن الملف المغربي. تجربه ناجحه للمدرب محمد وهبي في اول ظهور للمنتخب المغربي في اول مواجهتين. مقنع المنتخب المغربي مع محمد وهبي. الكلام اللي قلناه عن المنتخب السعودي بنعيده عن المنتخب المغربي. صحيح. المنتخب المغربي اي مدرب عنده يعني خبرة وعنده امكانيات ممكن ينجح مع المنتخب المغربي، لان العناصر موجودة والأرضية موجودة للنجاح. كاتحاد يدعم والمنتخبات، جميع المنتخبات، وأيضا العناصر متوفرة عندك تقدر تنجح. فأنت هني وخبرتك وفنك أنك كيف تدير هذه العناصر وتطلع منهم أفضل ما عندهم. فأي مدرب يأتي يجد الأرض خصبة للنجاح. فنجاح وهبي من بعد نجاحات اللي تأقلم بسرعة محمد وهبي، أكيد سرعة التأقلم، أكيد شفنا اللاعبين يلعبون بأريحية، ما في أي مشاكل، مع أن المنتخب اللي فيه نجوم عادة ما تكون هناك فيه يعني غرفة الملابس ما تكون مستقرة، ولكن من الواضح جدا أن الكابتن وهبي استطاع أن يسيطر على غرفة الملابس، والكل كان يؤدي بشكل ممتاز. شفنا ما تغير شيء لا على نظام اللعب ولا على حتى روح اللاعبين موجودة، ولا كأنه تغير جهاز فني في المنتخب. نعم. مدرب جديد دكتور سليم مع منتخب نفس الأدوات المنتخب المغربي، ممكن زاد عليهم 6-7 لاعبين يعني تقريبا. يعني منتخب جاب بعض اللاعبين، مدافع عيسى، ياسين، جسيم، في أسماء بالعوف ضم بعض الأسماء، ولكن أعتقد المدرب صاحب فكر، اعتقد بيفاجئ الجمهور المغربي في المرحله المقبله بصراحة. اليوم المدرب المغربي في قمه مستواه وعطاء كذلك، وعطاء صحيح، سواء في كاس العالم الاخيره، في البطوله الافريقيه الاخيره. فاليوم فاذا كان مدرب عنده شخصيه وعنده اليوم الاكثر اللعيبه محترفين، فمن الصعب ايضا انك انت تقود محترفين، ولكن محتاج الى يعني مدير فني شخصيته قويه ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين المحترفين. ولكن انا اتوقع ان المنتخب المغربي بيكون الحصان الاسود في من بين المنتخبات العربيه، وراح يقدم اداء جميل، وراح يتقدم ان شاء الله للادوار المتقدمه. نعم. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق المنتخب المغربي في المرحله المقبله. طبعا 8 منتخبات عربيه الى كاس العالم دكتور سليم، المميز فيهم اي منتخب دكتور؟ أنا أرى المنتخب المغربي هو المميز. نعم، هو المميز فيهم. من ثم ممكن يأتي نقول المصري. نعم. في المرتبة أبو خليفة، المنتخب المغربي هو الأول بالمنتخبات العربية والله، كقوة، كتنظيم، كاستقرار. أكيد كل المعطيات تقول بأن صاحب الحظ الأوفر في أنه يبرز ويتميز في هذا النسخة هذه من كأس العالم. لا شك بأن المنتخب المغربي هو يأتي في المركز الأول. يمكن بقية المنتخبات تتطلع للظهور المشرف. طيب زين،
خلاص اعتقد اتضحت الرؤيه ابو خليفه دكتور سليم. نعم المجموعات بانتظار كذلك يعني المباريات في كاس العالم. منتخبات عربيه اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المرحله المقبله ابو خليفه. 8 فرق، 4 من اسيا و4 من افريقيا، فريقين يتاهلون لاول مره، قطر والاردن، رغم ان قطر لعبت النسخه السابقه لكن لعبت كمستضيف اول مره تتاهل عن تصفيات. السعوديه ليست في مستواها الطبيعي، فصعب ان تبرز بشكل. فبقيه المنتخبات يعني شفنا المنتخب العراقي ايضا يعاني معاناه كبيره يعني، لكن نتمنى ان يشهد استقرار المنتخب العراقي ويواصل الاستعداد بشكل امثل، لان المباراه شفنا مباراه الملحق ابدا ما استعد لها بشكل طبيعي، ما لعب اي مباراه يمكن من شهر ديسمبر، ما لعب اي مباراه. اخر مباراه كانت في كاس العرب، من بعدها ما تجمع المنتخب بسبب الظروف سواء في العراق او حاليا في المنطقه اجمع. فهذه بقيه المنتخبات طيب. يعني ممكن نعم. تسعى الى المشاركه او حتى ما يسمونه الخروج بشرف ان شاء الله. قد يكون المنتخب الاردني اذا يمكن يكون له دور تعادل مع نيجيريا، وعندهم الروح عاليه. اتمنى مميز المنتخب الاردني، منتخب مميز يعني، عندهم استقرار، عندهم نوع من هذا عندهم روح الفريق، عندهم قد نشوف يكون يدي مباريات مشرفه ان شاء الله. نشوف الصوره الثانيه. هاي المنتخبات تكلمنا عنها خلاص، يعني 8 منتخبات عربيه تغادر باذن الله تعالى في الصيف تقريبا الى الولايات المتحده الامريكيه. المنتخب القطري، الاردني، السعودي، العراقي، المغربي، تونس، مصر، الجزائر. المنتخب المصري عنده العناصر موجود العناصر، لكن يحتاج الى مثل ما تقول مدرب يحاول انه يعني يستغل هذه المواهب افضل استغلال ويكون يظهر بشكل. نتمنى حتى الاردني عندهم، ايوه نتمنى، لا مقارنه من المنتخب المصري افضل. عندهم صلاح في ليفربول، عندهم مرموش، عندهم تريزيجيه، عندهم اللاعب الجديد اللي يلعب في الدوري الاسباني الاسمراني ايضا خامه جيده، هذا اول مره يصعد. فعندهم يعني مجموعه جيده، فقط يحتاجون الى مدرب نعم أكيد يظهر امكانيات اللاعبين بالشكل الافضل. نعم كذلك حتى الحين الجمهور العربي في الصيف كل واحد بيختار منتخب عربي، المحايدين يعني. يعني السعودي طبعا منتخب بلده، المحايدين احنا نستمتع في المباريات المنتخبات العربيه. بعض المنتخبات بتروح بعيد في كاس العالم، بعض المنتخبات لا، من اول مباراتين مع السلامه على الطياره. معروف حتى الطياره بتكون تحت تسخين وواقف في الصف المدرج. غادر من الاساس هدفهم الصعود فقط ضروري. يعني اليوم انت كمنتخب اذا حاط هدفك الصعود خلاص بالضبط، وهذه الرساله اللي واصله للفريق وللمنتخب، بس صعدوا بس انجاز. هذا انجاز معناته انا خلاص حققت الانجاز، ادخل بس تشريف، ومن اول زي ما قلت مباراتين انا مروح البيت. فلازم بالضبط. اليوم كاداره المنتخبات أنا لازم أغير الهدف. صح كان هدفي صعود، لكني الآن على الأقل أغير الهدف للصعود الدور ال 32 إلى دور ال 16. فلا بد من تغيير، لأن التغيير اليوم الأهداف هذه تعطي طموح ودافع للعيبة أن يدي في الملعب. أما إذا بس والله أنا خلاص حققت الإنجاز الصعود وخلاص، يبقى اللعيبة خلاص بس للظهور. طيب. وهذا يأتي مع يعني كثرة المشاركات. المنتخب المغربي ليش نحن أعطيناه الأفضلية؟ ما في شيء يعني مميز، يعني غير أن في جميع البطولات اللي شارك فيها تميز فيها، سواء على المراحل السنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي، المنتخب النسوي، المنتخب الصالات، منتخب حتى الرديف أيضا حققوا بطولات. فهم الآن رايحين يمشون خطوة خطوة. فالقادم إن شاء الله كأس العالم أنهم يتميزون في كأس العالم ويتحقق الحلم العربي من خلال بوابة المغرب إن شاء الله. هذا يقول عبد الله الكعبي مع وليد الرقراقي يروح السعودية ولا يروح أوروبا؟ والله أنا شو بجاوب يعني؟ أنا إذا تسألني بقول لك الرقراقي يروح أوروبا أفضل بصراحة يعني. احترامي وتقديري طبعا للمنتخب السعودي والمشروع، ولكن الرقراقي يعني ما دام طلعت من منتخب كبير المغربي روح أوروبا، روح أوروبا، أو يقود مشروع المنتخب السعودي.
ممكن على طويل الامد بس ما اعتقد عندهم يكون يحط لهم برنامج يتبعونه ويحققون له مطالبه. ممكن انه يعمل الكثير مع المنتخب السعودي، ولكن الان الوقت ما بيسعف اي مدرب ياتي ولا بينجح. ممكن يعني يلملم بعض الاشياء، لكن صعب انك انت تغير، لان المنتخب السعودي بعيد عن مستواه وما عندك العناصر اللي ممكن تاثر فيها تاثير كبير من خلال تغييرات فنيه. اكيد، لان بعد كذلك يعني انا شوي ارائي شويه مختلفه بصراحه. عبد الله نشوف الصوره. والله تو نتكلم عن دكتور سليم وليد الرقراقي، واحد من الاسماء الكبيره. انا بوجه رساله بصراحه، يعني عبد الله اذا ممكن تشيل صوره وليد الرقراقي. تحياتنا طبعا للمدرب وليد الرقراقي. ظهر احد المحللين او النقاد المغاربه ينتقد وليد الرقراقي في قناه خارجيه. لو سمحت، انت استاذ كبير واسم كبير في الصحافه والتحليل، لا تنشر الغسيل خارج المغرب في بعض الامور. شاهدناك والله تنتقده بطريقه، قال ما يهمني الرقراقي وين يروح. ما يصير هذا الكلام. انت اسم، الناس تتابعك، فئات سنيه تتابعك، وصل رساله صحيحه، وصل رساله صحيه. يوم تنقل الصوره عن وليد الرقراقي، انا ما تربطني علاقه مع وليد الرقراقي، ولكن انت كمغربي لا تنتقد بهذا الانتقاد السلبي في وسيله خارجيه خليجيه وكذا. ما يهمني الرقراقي. ما يصير هذا الكلام، امر مرفوض بصراحه. مدرب خلاص كثر الله خير، روح اذكره بالخير يعني، او قول له تعليق اذا عندك مشكله معاه. واحد من المحللين طبعا اللي طلعوا في الفتره الماضيه، يمكن امس او قبل امس تقريبا، وهذا امر مرفوض بصراحه. بعض الامور تجمعنا، صحيح في الوقت الحالي الان في امور ما تجمعنا، ولكن ان شاء الله تجمعنا في قادم الايام، خاصه يعني في المراحل. قالوا فوزي الأقجع هو السبب، قالوا الملاعب تركيب، قالوا فوزي الأقجع هو اللي يتحكم في الكاف، نقل الكاف من القاهره الى مكان ثاني، بس هم شاطرين في هذه الاسطوانه المشروخه. هذه اسطوانه مشروخه للاسف، وما توديك بعيد، وتنكشف مع قادم الايام صراحه. طيب في سؤال يقول لك اللي صفروا في النشيد الوطني مغاربه، لا مش صحيح. المغرب عندهم مباراه بالاساس تقريبا نفس التوقيت تقريبا، لا عشان ما تظلم كذلك. انا ما اعرف شو المشكله الان في الفتره الاخيره يعني. هم الان مع السنغال ضد المغرب، والنشيد الوطني المغاربه هم اللي صفروا. لا ما اعتقد هذه عقدة النقص عبد الله، عقدة النقص مشكلة للأسف. الواحد اللي يشوف عنده اقل من شخص متميز فما يستطيع انه يجاري ويوصل لمرحلة يبدا يطلع مثل هذه الاشياء. نعم خلينا نكون بعد واضحين ان بعض الاعلاميين من بعض الدول يحاربون هذه الامور بصراحة عن نجاح فوزي الأقجع والمغرب وكذا. يعني خل الامور تمشي، انت اعمل مثل ما يعملون الدول الثانيه ونفرح بالعكس والله ونذكرك بالخير كذلك. دائما لضريبه النجاح في لها اعداء. برافو عليك. والاعداء هذول تكون عندهم في امور شخصيه وشخصنه. بالضبط. اي نعم، فلكل نجاح اعداء. ان شاء الله. نشوف الصوره عبد الله. اجمل لقطه في المباراه، شوف ابو خليفه، بين افضل لاعب في العالم اشرف حكيمي مع افضل موهبه طالعه الان ياسين جسيم، لاعب المنتخب المغربي اللي طبعا تالق في تشيلي بطل العالم. ولكن هذه اللقطه جميله، شوف يحث اللاعب الخبره يحث اللاعب الصغير، يعني يعطيه مؤشرات وكذا، يعطيه يعني هذا اللي ذكرناه عبد الله في الحلقه الماضيه. يمكن ذكرنا تناولنا الموضوع هذا، ان المنتخب المغربي خليط من نجوم ولعيبه صاعدين، فمهمه النجوم هذه انهم يحتضنون ويحتوون النجوم هاي ويصعدون فيهم الى ان يصبحون ان شاء الله نجوم المستقبل، لان هذا المستقبل الكره المغربيه. شجعونهم. نعم بالضبط. نعم هذا من الاسماء الجميله، ياسين جسيم وعثمان معمة. يا كذلك انت المغربي عايش برا المغرب او في المغرب، سجلها عندك، عثمان معمة وياسين جسيم وبالعوف او بعوف. هذه من الاسماء اللي لهم صيت في السنوات المقبلة مع المنتخب المغربي. علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي يعطي الأخبار الحقيقية والتحليل الفني على الهواء مباشرة، مثل الشوالي ممكن معلقين ثانيين، ولكن يأتي معلق يقول لك السنغال عندها بطولتين، يخالف القوانين، ينشر الأخبار المغلوطة اللي طبعا أعلنها اتحاد الكاف. أنت تقول بطولتين للسنغال، أنت مش على كيفك بالأساس، أنت القرار صدر وبانتظار الاستئناف.
طبعا شفنا طبعا المعلق علي سعيد الكعبي كتعليق مميز، الشوالي كذلك كتعليق مميز. حفيد دراجي يقول لا اخبار مغلوطه مش صحيحه يا كابتن، مش صحيحه. احترامي وتقديري لك يا حفيد دراجي، انت معلق كبير وكذا، ولكن اعطي الاخبار الصحيحه ولا تدخل الامور الشخصيه او الامور، لا تشخصن الامور. بطولتين السنغال يروح يرجع بطولتين السنغال نعم. يصير. تفضل ابو خليفه. ففعلا هذه يعني لفتة جميلة من علي سعيد الكعبي، نحييه من هذا المنبر هذا ونقدم له كل تحية. أما بالنسبة لسؤالك عبد الله عن هيرفي رينارد، أنا أعتقد بأن وضع المنتخب السعودي لا يحل، مشكلتهم لا تحل بتغيير المدرب، لأن الوضع غير صحيح كمنظومة. معظم اللاعبين يمكن 90 أو 80% من ينسون الكاس العالم هذا، انه ممكن تغيير المدرب يعني يحل بعض المشاكل الفنيه، ولكن انت عندك مشاكل يعني اكبر من مدرب. دائما ما كان يشتكي المدرب بان معظم اللاعبين لا يلعبون بشكل دائم مع فرقهم. نعم. فكيف انت تجيب في المنتخب الحارس الان يمكن العقيدي ما شفناه من شهرين ما لعب اي مباراه، تجيب في محفل كبير مثل هذا وانصدم بالمنتخب المصري اللي كان يتطلع الى العوده من باب وارضاء جماهيره من باب منتخب، وتحقق هذا برباعيه. فشفنا ايضا بعض اللاعبين صراحه يعني ما يرتقون للتواجد مع منتخب كبير مثل المنتخب السعودي صاحب الوصول الى كاس العالم في سنوات وسنوات، استطاع ان يصل كافضل يمكن انجاز لمنتخب عربي او على الاقل خليجي. نعم. فالكواليتي اللي موجودين والنوعيه اللي موجوده ما ترتقي الى مستوى هذا، خاصه انت مجموعتك مجموعه ليست بالسهله في كاس العالم، فتحتاج الى نوعيه من اللاعبين مثل النوعيه اللي كانت في قطر 2022. صحيح. فكانت فعلا نوعيه كانت ممتازه، ولكن نفس الاسماء هذه الان اصبحوا الان العمر طيب. له احكام. نعم. فما جاء جيل بعدهم يغطي على مساحة هذا علي البليهي، كنو سلمان الفرج شفناه عمره 36 سنة الآن ما يستطيع أن يجاري. طيب. لعيبة مثل مرموش ومثل صعبة شوية صلاح ومثل الكبار هذيل. فأنت كيف يعني العناصر موجودة، تبدل مدرب، يجيك مدرب مهما كانت قدراته ما يستطيع أن يعيد المنتخب السعودي إلى سابق عهده، ولكن ممكن تغييرات طفيفة شوية يحسن من وضع الفريق فنيا، لكن صعب أنك أنت توصل الفريق لمستوى أفضل من المستوى اللي كان عليه في النسخة السابقة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناتي وقناتكم توفيق سبور. كما سمعنا فيديو اليوم تعليق إعلام إماراتي على المنتخب الوطني المغربي وعلى محمد وهبي بعد الانتصار على باراغواي بهدفين مقابل هدف واحد، وكما قالوا بأن الأداء كان مقنع جدا، وأيضا علقوا على الفضيحة كما نقولوا ديال الجماهير الجزائرية اللي نزلت الملعب بعد نهاية المقابلة ديال أوروغواي والمنتخب الجزائري، وبزاف د الحوايج كما تشوف في الفيديو. يعني كانوا تعليقات أيضا على الركراكي مع السعودية، وكان بزاف النقاش. خلاص القول كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم نتمنى تلقى الآراء ديالكم في الكومنتير، ولا كان ممكن تدعمونا بلايك واشتراك، وشكرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.